كنت دايما فاكرة ان الخطر جاي من الشارع، من الناس، من الزمن، من الظروف. بس عمري ما تخيلت ان الخطر هيكون قاعد جوه بيتنا، في ايد ابني، في شاشة صغيرة بتنور وشه وهو بيضحك. انا ام محمود، عندي 42 سنة، ارملة من 5 سنين. جوزي مات فجأة في حادثة وساب لي طفلين، محمود 13 سنة ومريم 8 سنين. قلت هكرس حياتي كلها ليهم، أربيهم أحسن تربية وأعوضهم عن أي وجع وأي يتم شافوه لما أبوهم مات. بس يمكن كنت بخاف عليهم لدرجة إن أنا أسيبهم يعيشوا في وهم. محمود كان أحن ولد ممكن تشوفوه، طيب وذكي وبيحب يرسم، وكان يقولي دايما: أنا يا ماما لما أكبر هبقى مشهور زي الناس اللي في التيك توك. كنت أضحك وأقوله: يا ابني دول بيلعبوا تمثيل مش بحقيقي. وكان يرد عليا هو بيضحك: ما هو أنا كمان همثل بس بطريقتي. ضحكت ساعتها، بس النهاردة لما بفتكر الجملة دي كل ضحكة قديمة بتتحول لطعنة. كنت بشوفه ماسك الموبايل بالساعات، بيقلد الناس وبيعمل تحديات. كل شوية يقول لي: يا ماما، شايفة الفيديو ده جاب كام لايك؟ وانا فخورة، ايوه فخورة بابني اللي بقى عنده متابعين. مش شايفة ان كل لايك كان خطوة ناحية الهاوية؟ الليلة اللي سبقت الحادثة كانت غريبة. محمود دخل عليا المطبخ وقال لي: ماما، لو جرالي حاجة هتزعلي؟ اتصدمت وقلت له: يعني ايه الكلام ده؟ انت ناوي على ايه؟ ضحك وقال: بهرج يا ماما، ما تخافيش. وساعتها ضحكت برضو، ما عرفتش ان الضحكة دي كانت اخر مرة اشوف فيها ابتسامته. تاني يوم كانت الجمعة، صحيت بدري اعمل الغدا والمكان كله كان هادي. مريم كانت بتلعب في اوضتها ومحمود مع اصحابه في اوضته بيضحكوا. الضحك كان عالي، كنت حاسة بالفرحة. قلت الحمد لله الواد مبسوط. عدى وقت والضحك اختفى. قلت يمكن بيشوفوا فيلم او بيذاكروا حاجة. بس بعدها بشوية سمعت خبطة قوية، جريت ناحية الأوضة وقلبي بيتنطط في صدري. خبطت الباب، محدش رد. فتحته ولقيت الكارثة. الأوضة متلخبطة، في كوباية مكسورة وريحة دم خفيفة. صاحبه كان واقف بيبكي، بيقول بصوت مبحوح: كنا بنلعب يا طنط، كنا بنقلد الفيديو، ما كناش عارفين ان السكينة حقيقية. ولقيت ابني محمود وقع على الأرض، جسمه ساكن وعينه مفتوحة ومليانة دهشة، كأنه مش مصدق اللي بيحصل. كان ماسك الموبايل في ايده والفيديو لسه شغال. تحدي الشجاعة: ازعل صاحبك كأنك هتطعنه وشوف رد فعله. بس هو ما كانش تمثيل، السكينة دخلت بجد. صرخت صرخة سمعت الحارة كلها، جريت عليه وحضنته وانا مش حاسة بنفسي. صاحبه منهار بيقول: يا طنط، هو قال لي اعمل كده ومش هيحصل حاجة. ما كنتش سامعة، كنت في عالم تاني. جريت بيه على المستشفى. الدكتور خرج بعد ربع ساعة وقال لي بصوت هادي كأنه بيقول خبر عادي: البقاء لله. النزيف كان شديد، اتجمدت. الناس حواليا سمعت صوت صريخ مريم، اختي بتعيط، وانا مش شايفة غير وش ابني اللي من شوية كان بيلعب ودلوقتي نايم في التلاجة. عدت الايام وانا مش مصدقة. كنت ادخل اوضته بالليل واسمع ضحكته في وداني. كل مرة اشوف الموبايل بتاعه احس انه كان بيتكلمني. شفت الفيديوهات اللي كان بيشوفها، دم وسكاكين وتحديات مجنونة، ضحك على عنف، وانا كنت ساكتة. كنت فاكرة طالما ابني في البيت يبقى في امان. بدأت الوم في نفسي في كل لحظة. كل لقطة كانت بتفكرني كأنها خنجر جديد في قلبي: ماما ما تخافيش، دي لعبة، اللعبة دي اللي قتلت ابني. مرت شهور وانا غرقانة في الذنب. رحت اتعالج نفسيا، الدكاترة قالوا لي لازم تتكلمي، بس انا اخترت ان انا اتكلم بطريقتي. رحت المدارس وقعدت مع الامهات، كنت اقول لهم السكوت جريمة، راقبوا ولادكم، الموبايل مش حضن ولا الشاشة احكوا معاهم، خلوهم يسمعوا منكم مش من الانترنت. واحدة من الامهات قالت لي: انتي قوية يا ام محمود.
قلت لها لا انا جبانة، اللي ما بيواجهش خطر ولاده يبقى جبان. كنت بخاف ازعله، دلوقتي نفسي يزعق فيا تاني. في يوم دخلت الجامع كنت منهارة، الإمام كان بيقرأ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دموعي نزلت وقلت في سري يا رب، يا رب يمكن أنا فقدت محمود بس يمكن أنقذ ولاد غيره. ومن ساعتها وأنا قررت أتكلم، أصرخ، أوعي. مش عايزة أعيش اللي أنا عشت، حد يعيش اللي أنا عشته. وللأسف احنا بقينا في زمن إلكتروني، أولادنا فيه بيتربوا في الشارع، بيتربوا في الشاشات، وكل ثانية ساكتين فيها في طفل بيتلوث، بيتأذى، بيتحول من ضحية لمجرم أو جثة. مش كل لعبة لعبة، ومش كل تحدي هزار. السكوت خيانة والوعي نجاة.